السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد الحارثي، طالب مبتعث جامعة نبراسكا لينكن. إن شاء الله الفيديو بيكون موجه لطلاب ثانوي اللي توهم مخلصين الثانوي اللي هو الثاني عشر ورايحين الجامعة ويفكروا ايش بياخذوا، يروحوا بعثة ويجلسوا داخل عمان. هالفيديو إن شاء الله يساعدهم إنهم يحددوا قرارهم ويحددوا وين ناويين يدرسوا دراستهم العليا. بس هالفيديو ما بتكلم عن دراسة داخل عمان لأني ما قربتها، بتكلم فقط عن دراسة في الخارج. بطرح موضوعين، الموضوع الأول عن السلبيات والإيجابيات اللي أنا لاحظتها وكنت خايفان منها قبل لا أجي للبعثة. الموضوع الثاني بعرض لكم استبيان عملت للطلاب المبتعثين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أكثر من دولة أخرى، يعني فيها طلاب مبتعثين عمانيين وغيرهم. خلينا نبدأ الحين أول شيء مع السلبيات اللي أنا كنت خايف منها وكنت أخاف أتعرقل معها قبل لا أوصل البلد الابتعاث. أول شيء قلت إنه بكون بعيد عن أهلي، البعد عن الأهل، البعد عن الأصدقاء، البعد عن المجتمع اللي أنا عايش فيه، يعني البعد بشكل عام عن ثقافة أنا كنت فيها لثقافة جديدة أنا الحين بعيش فيها. فهالشيء ممكن إنه يخليك تفكر مرة أو مرتين إذا تروح بعثة أو لا. الموضوع الثاني اللي يمكن يحير وايدين يعني اللي هو المصروفات. كيف يعني أنا هل بطلع هناك بعثة في دولة أنا ما أعرفها، وأغلبنا نعتقد أن الدول المتقدمة دائما تكون غالية ويمكن راتب البعثة ما يسدنا. هاي الأشياء طبعا كل حد يفكر فيها قبل لا يجي. الشيء الثالث وشيء مهم تقريبا اللي هو الأمان. مثل ما نشوف في الأفلام أمريكا مثلا كله تقتيل والحالة وما فيش، يعني يقول أنا بطلع بعثة ما فيها أمان ويمكن يصير لي شيء لا قدر الله وما أعرف إيش وكلام، وأنا أحسن لي أجلس مع أهلي. النقطة الرابعة الثقافة الجديدة اللي بواجهها. ففي الثقافة هذه أنا هل بقدر أتعايش معها؟ هل بقدر أتعايش مع اللغة اللي فيها؟ هل أنا بقدر أتغلب على صعوبات اللغة وصعوبات الثقافة في الدولة الجديدة؟ الإيجابيات، أهم إيجابية عندي في البعثة اللي هي المسؤولية. بتصير خلاص مثل ما تكلمت قبل انك مسؤول عن كل شيء، فبيكسبك مسؤوليات، بيكسبك مهارات شخصية جديدة. الشيء الثاني اللي هو كسب لغة وثقافة جديدة. انت الحين قبل ممكن تكون متخوف انك تطلع بعثة وتواجه ثقافة جديدة وتواجه لغة جديدة، فهذه بتكون صعوبات، لكن مع الوقت انت بتعدى هالصعوبات وبتحولها حال فائدة، يعني تحول هذا الشيء السلبي الى شيء مفيد حالك، فتكتسب ثقافة، تكتسب لغة جديدة وترتاح وتتعايش مع الوضع الجديد. الإيجابية الثالثة اللي هي الجامعات، يعني أغلب الجامعات هنا معترف فيها من قبل الملحقية الثقافية، جامعات لها اسم قوي، جامعات قوية، دراسة قوية. وطبعا يعني أنت لما تكون دارس برا في أغلب الأحيان تكون جامعتك أقوى من الدراسة داخل السلطنة، وفوق هذا أنك تكتسب اللي هي الثقافة الجديدة. الشيء الرابع الإيجابي اللي أنا أعتبرها إيجابية صحيحة اللي هي أصدقاء جديدين من ثقافات مختلفة، من خلفيات مختلفة. يعني بتحصل أصدقاء مثلا من غير العمانيين، يعني العمانيين أنت الحين كنت مثلا في المدرسة كلهم من البلد اللي أنت جاي منه، بس الحين هنا خلاص بتبدأ تتعايش مع ناس من أكثر من مكان، من السويق، من مسقط، من ظفار، يعني من كل مكان بتحصل أصدقاء عمانيين. من غير الأصدقاء العمانيين بعد عندك الأصدقاء العرب والخليجيين، عندك الأصدقاء اللي هم الأجانب، الأمريكان، الصينيين، اليابانيين، من كل ثقافات العالم أنت الحين بتواجه أصدقاء، يعني هذا شيء يحسب لك ما ضدك. الحين ببدأ معكم بالاستبيان اللي عملته مع الطلاب. ببدأ معكم بالسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول مستوى اللغة قبل الوصول. هذا سؤال وايد يراود الطلاب قبل لا يوصلوا هنا. يقول لك أنا لغتي ضعيفة، لغتي يعني ما بذيك الدرجة، ما ممتازة، كيف بعيش، كيف بتعدى الدراسة. هنا تقريبا 25% قالوا جيد، 23% قالوا متوسط، يعني النسبة تتراوح بين متوسط بسيط وجيد، فهذا يعني يعتبر ما عائق. السؤال الثالث يقول لك المدة اللي تجاوزت فيها اللغة. 57.5% اللي هم يعني فوق النص تقريبا قالوا أقل من سنة، أقل من سنة خلص مرحلة اللغة. ونسبة بسيطة اللي هي 1.25 قالوا إنهم أخذوا أكثر من سنتين. المدة اللي تعطيك إياها الملحقية اللي هي سنة بس ممكن يمددوا لك إياها، فهذا شيء جيد بما أنه يعني أكثر من النص قالوا إن أقل من سنة أخذوا في اللغة. السؤال الرابع يقول أشعر بالحنين للوطن. أغلب التصويت والله صراحة يعني اندهشت منه. يقول 60% أحيانا اللي هي فوق ابدا، فيعني نسبه بسيطه انك انت تشتاق لبلادك، خصوصا الحين مع وجود الواتساب، مع وجود التلفونات، مع وجود انستغرام وغيره، فانت كأنك قريب من اهلك بس بعيد جسدا قريب قلبا. السؤال الخامس الحين يقول اكثر وقت اشعر فيه بالحنين للوطن. 22.7% وقت الفراغ. مثل ما قلنا قبل وقت الفراغ وايد يأثر، فلازم تستغله في اشياء اخرى، يعني في هواياتك، في الاشياء اللي تحبها. عندكم بعد قريب من هالنسبه بعد الاتصال بالاهل. طبعا بعد ما تتصل يجيك هومسك، فلازم تفكر باهلك وتشتاق. السؤال السادس يقول ما من اكثر الاشياء التي كنت متخوف منها قبل الوصول البعثة. اكثر نسبة اللي هي 22.7 كانت المسؤولية.
مثل ما قلنا شيء سلبي حول الايجابي، انت بتكون خايف قبل لا تجيب من المسؤوليه اللي بتتحملها، حول هالشيء الى ايجابي وخليه يكون يعني في صفك لا ضدك. السؤال الثاني يقول هل تجاوزت هذه العقبه ما زلت تعاني منها؟ 72% نسبه كبيره طبعا قالوا انك تجاوزتها. هذا هو اللي كنا نتكلم عنه، تحول الشيء السلبي لشيء ايجابي، فبهالطريقه ان شاء الله تتحول هالعقبات الى اشياء يعني تمشي معك في طريق. السؤال العاشر يقول اذا رجع بك الوقت هل ستغير قرار ذهابك في بعثة؟ 91.03 قالوا لا. فهالشيء يعني شيء حلو، يعني ان كل هالنسبة مع كل الصعوبات اللي واجهوها، كل الصعوبات اللي كانوا متخوفين منها، بعدهم ما يريدوا يرجعوا البلاد وبعدهم متمسكين بعثتهم ومرتاحين معها. السؤال الثاني عشر يقول اذا سألك احد عن البعثة هل ستشجع أو تشجعين باغتنام الفرصة والخروج في بعثة دراسية؟ يعني إذا مثلا الحين حد سألني مثل هالفيديو أروح بعثة، أنا عن نفسي طبعا نعم، و89.7 قالوا نعم، بالنسبة للأكثر قالت نعم، في بعض الناس قالوا لا. وفي السؤال الثالث عشر نصيحة وكلمة أخيرة عن تجربتك في الابتعاث. يقول لك الابتعاث علمني الصبر وكيف أكون مسؤول باتخاذ القرارات بعيدا عن الأهل. في تعليق يقول لك التمسك بالمبادئ والأسس الدينية وتطبيقا في أرض البلد الأجنبي هو الشيء الرئيسي الذي يجب على الطالب فعله، عدم الانفلات في الثقافة الجديدة وأخذ كل ما هو حسن ونبذ كل ما هو خبيث ولا يتوافق مع الدين الإسلامي. هنا بعد تعليق حلو يقول لك البعثة هي كلمة بسيطة ولكن تحمل في طياتها أجمل الشخصيات لتكوين الإنسان المستقل الذي يكون هدف السامي هو الارتقاء بعلمه وتحقيق النجاحات المتواصلة لعمل إنجاز وفخر لبلاده الغالي. وهي كلها تعليقات حلوة صراحة من الشباب، وكلهم ما قصروا صراحة في الرد. نصيحة أخيرة لإخواني طلاب ثاني عشر اللي يفكروا إنهم يطلعوا بعثة، أو حتى اللي ما يفكروا يشوفوا الفيديو، صراحة هالفرصة فرصة جميلة لازم تغتنموها، خصوصا بفضل صاحب الجلالة إنه أعطانا بعثات 1500 اللي هي مجانية للطلاب، طلاب الثانوية طبعا. فهالبعثة صراحة فيها من غير إنك هنا تأخذ شهادة دراسية، تأخذ شهادة في الحياة، وهالشهادة لها صدى كبير بعدين على المدى البعيد في حياتك انت، لانك متعلم ثقافة جديدة، متعلم قوانين جديدة، متعلم اشياء جديدة في حياتك. فكر فيها مرتين، فكر فيها براحة. وايضا ابى اخبركم ان انت اذا تطلع بعثة ما معناها طالع سياحة. صح انه طالع شوي على الاقل بتغير جو من هنا ومن هنا، بتطلع تدور، بس انه لازم تكرس وقتك في الدراسة، تكرس وقتك في تعلم اشياء جديدة. لان لاحظت صراحة في كثير من الطلاب اللي هم ياخذوا البعثة على اساس انها جايين سياحة وجايين يدوروا، اخر شيء عندهم سنة سنتين ويردوا البلاد ويرجعوا يدرسوا هناك، يعني فوت سنتين من حياته على الفاضي وراحت عليه. فكروا في هالنقطة زين، اعرف انك يا تدرس يا تتعلم شيء جديد، ويا نفس الشيء تشوف ثقافة جديدة، تشوف مناظر جديدة وسياحة نفس الوقت. في النهاية حاب اشكر كل اللي جاوبوا على الاستبيان اللي عملته، انتم شجعتوني اني اسوي هالفيديو، وان شاء الله يوصل طلاب الثانوية اللي يفكروا انهم يطلعوا بعثة. انا سويت اللي علي الحين، القرار حالكم، عليكم صلاة الاستخارة، عليكم بمشاورة اهلكم، وان شاء الله املكم ما يخيب. اذا عندكم اي افكار حال فيديوهات جديدة كتبوها تحت في الكومنتس او اي استفسارات، حتى نفس الشيء تحت، ان شاء الله ما نبخل عليكم. شكرا. الحين بنبدأ عشوائيا، حضور بادي يوسف، عسى خير.